بعض المواطنين في الشارع بيقولوا ان مفيش تواجد امني وانهم مش مطمنين ولا على نفسهم ولا اولادهم ولا ممتلكاتهم. عشان كده نزلنا في مدن محافظات القاهرة عشان نشوف في تواجد امني ولا لا، ودلوقتي احنا في قسم الشرطة. هو الحمد لله احنا عندنا هنا في مركز طمية عندنا شرطة متواجدة، وبنقوم بكل البلاغات اللي موجودة عندنا بننفذها، سواء في حوادث الطريق. احنا عندنا طريقين، طريق مصر الفيوم وطريق مصر اسيوط الغربي، وعندنا بتكون في حوادث كتيرة بنقوم بالدور بتاعنا. حوادث السرقة بيتواجد فيها كل الضباط الموجودين. حوادث الحرائق كل القوات بتبقى موجودة فيها. كل شرطة بكل قوامها اللي كان موجود قبل كده بقى موجود معانا النهارده، بقى كله نازل في الشارع، كله بيؤدي واجبه على اتم وجه، كل الخدمات منتظمه، ما عندناش اي تقصير في الخدمات اللي موجوده عندنا في مركز طمية هنا. احنا ما غبناش عشان نرجع، احنا يعني موجودين في استمرار في الشارع، بس احنا بنطلب من الشعب والجمهور في الشارع يعني حسن التعاون معانا وحسن التعامل، يعني في تعاون بيننا وبين الجمهور وبيننا وبين الشعب عشان نقدر نحقق الامن في الشارع يعني بصفة مستديمة أو بصفة دائمة. يعني بتتعامل معايا بكل احترام الناس، يعني مفيش أي مشاكل بينه وبين الناس يعني في الشارع. وعلشان الصورة تكون كاملة وكمان نسمع الرأي والرأي الآخر، كان لازم نعرف رجال الشرطة موجودين فعلا بشكل كافي ولا لأ. تواجد الشرطة الفعلي مفيش، هو موجود عدد معين في مركز الشرطة، سواء مندوب شرطة أو عسكري أو ضابط شرطة، لكن مش قادرين ينزلوا الشارع بنفس الكثافة والجرأة والشجاعة اللي هي كانت موجودة في الأول، وده مش عارفين التأخير ده يساوي إيه. وزير الداخلية اتغير، وأول ما جه وعد إنه الشرطة هتتواجد وهتنزل خلال أيام، ولحد دلوقتي مش لامسين الداخلية خالص في الشارع، سواء في المدينة هنا أو في القرى في الأرياف. الريف ما فيش خالص أي تواجد أمني. كان في تمشي حضرتك في القرية الريفية بتلاقي الغفير هنا في المكان ده، بعد شوية بتلاقي غفير تاني، بعد شوية بتلاقي غفير تاني. دلوقتي مفيش أي تواجد أمني خالص، والبلد مفتوحة لأي مشاكل يعني ولا أي بلطجة. إن لسه في عدم ثقة في التعاون في التعاون بين الشرطة والمواطن، لسه في عدم ثقة يعني بقى غير موجود، بس هي الثقة ترجع تاني زي الأول. والله بقول للشرطة إن هم يرجعوا زي الأول، لأن البلد بقت مليانة بلطجية ومليانة حاجات يعني لا تتصور. خدت بال حضرتك؟ وعندنا هنا في انحلال جامد يعني من قلة الشرطة، مش عارفين نتحرك. خدت بال حضرتك؟ بلطجة كتيرة والسلاح بقى كتير في البلد. خدت بالك دلوقتي اللي كان بيمشي الأول بيخاف يشيل يعني الصفة في جيبه، دلوقتي بيبقى ماسك سنجة ماسك سلاح. خدت مش هتعرفيش تتكلمي مع حد في الشارع. الشرطة نزلت ومش موجودة، ولسه في حرامية هنا واللصوص وبرضه مش عارفين يمسكوهم، والبلطجية زي ما هي في الشارع، وبرضه مجتنبين خناقات ما ينزلوش. الخدمات عندنا منتظمة، كانت علامات السيد الوزير. الخدمات بقت 8 ساعات كلها بالنسبة للضباط وبالنسبة للأفراد الموجودين عندنا، كل الخدمة بقت 8 ساعات. ده بقى كمية تشغيل منضبطة جدا مع الوزارة، يعني الفرد الطبيعي يقدر يقوم بيها. وبقى عندنا على مدار ال 24 ساعة كل الخدمات عندنا بقت متواجدة في ال 24 ساعة، مش صبح بس، لا صبح وبالليل. الشرطة مش موجودة أصلا، في انفلات أمني جامد في طمية هنا وعلى مستوى الجمهورية. وبالنسبة هنا نظام عائلات وبيحصل مشاكل كتير في البلد، فالمفروض يبقى فيه تواجد للأمن. زائد إن في برضه يعني ظهرت البلطجية والعصابات السرقة وكده، بقت يعني منتشرة بكثرة في البلد يعني. فالمفروض يعني الشرطة ترجع تاني، واحنا هنرحبها يعني وهنقف معاهم وهنساندها ان شاء الله يعني. هو بس مش اكتر من عدم الانضباط في بعض التصرفات